السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نهار جديد ووصفه جديده. هذا النهار بارد تليق فيه هاد البلبوله ديال الشعير سخونه بمقادير جد مبسطه وسهله موجوده عندنا في الكوزينه. الطريقه ديال الحريره نتمنى انكم تبقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بطبيعه الحال هاد البلبوله ديال الشعير بلبوله غنيه عن التعريف، يعرفها الكبير والصغير. كنديروها على شكل كسكسو. في البلاصه ديال الكسكسو عوض الكسكسو كنديروا البلبوله، كنديروها هكا شكل حساء حريره، يعني كتجي رائعه شكلا ومذاقا. نتمنى البنات انكم تبقاو معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بطبيعه الحال اللي عجبو لا فيديو نتمنى انه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد ان شاء الله، فضلا وليس امر. يلا معايا باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير ونبداو على بركه الله. كما غتشوفوا معايا في المقادير البنات، عندنا المقادير بسيطه موجوده يعني في كل كوزينه، والانسان يحضر هاد الوصفه في اي وقت بغى. يعني ماشي شي مقادير كثيره، مقادير بسيطه كما غتشوفوا معايا في لا فيديو. نبداو على بركه الله. نشوفوا عندنا في البدايه عندي هنايا غادي نحتاج الابزار، غادي نحتاج سكينجبير، غادي نحتاج الخرقوم، غادي نحتاج مليحه، زيت العود. اللي ما عندوش زيت العود يدير الزيت النباتيه بحال. عندي هنايا مطيشه محكوكه، انا خديتها كونجيلي كما غتشوفوا معايا في لا فيديو، غسلتها وحكيتها يعني عاديه بحال المطيشه الاخرى. يعني كتعطي نفس المذاق. عندي بصله محكوكه، عندي الحمص اللي سبق ليه في الزكتور وكان حتى هو مكونجيلي، وعندي البلبوله البلديه، ماشي البلبوله العاديه، البلبوله البلديه من بعد ما طحناها غربلنا الطحين ديالها بوحدو. والبلبوله حتى هي حيدنا من هذوك الشوائب، داك يعني دوك البقايا ديال داك السفال اللي فيها كلشي حيدناه. غادي نقيها وغادي نغسلها 2 مرات ولا 3، وغادي نديرها السقطر باش غادي نديروا الوصفه ديالنا ان شاء الله. غادي يبقى لي في المقادير الربيع والمطيشه ديال الحك وواحد شويه ديال السمن. يعني هادو هما المقادير باش غادي نديروا الوصفه ديالنا ان شاء الله. كما قلت لكم البلبوله البلديه كتعطي واحد المذاق وواحد النكهه جد رائعه، ماشي بحال البلبوله الاخرى. يعني هذه البلديه يعني روعه البنات. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير ان شاء الله. اول حاجه البنات غادي نديروها، غادي نجيبوا البلبوله من بعد ما غسلتها كما سبقت وقلت لكم ودرتها استقطرت. نقيتها غسلتها استقطرت مزيان. غادي نديرها في الكوكوط. يعني راهي ناشفه دابا، خليتها استقطرت مزيان. غادي نضيف لها المكون الثاني اللي هو الحمص كما غتشوفوا معايا. من بعد حتى هو ما نقيته وغسلته، واخا كان كونجيلي وليت نقيته وغسلته ودرته استقطر. غادي نضيف البصله معها الراس ديال معلقه صغيره فيه شويه ديال السمن كما كتشوفوا معايا في لا فيديو، لان السمن حتى هو كيعطيها واحد المذاق هائل. غادي نضيف المطيشه، نقدروا نطحنوا المكونات كامله، البصله مع المطيشه مع الربيع بحال الطريقه ديال الحريره، ولكن هاد الطريقه كتجي بها البلبوله كتجي بها رائعه. غادي ندير نص معلقه ديال الابزار، يعني ماشي نص كامله. غادي ندير معلقه ديال السكينجبير لان كيعطيها حتى هو واحد المذاق رائع. شحال ما كان نكثروا العطريه الا المذاق كيجي زوين. ما كاملاش نص معلقه ديال الابزار ومعلقه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم باش كيعطينا المذاق ويعطينا اللون.
غادي نضيف 2 معالق ديال زيت الزيتون، ما غاديش نكتر. ونقدو نديرو فيها حتى راس الحانوت، انا ما بغيتش ندير فيها راس الحانوت، يعني اذا درتوها تقدروا تزيدوا فيها راس الحانوت. وغادي نضيف الملح على حساب الذوق، كل واحد كاين اللي كيبغي يكون شويه زايد في الملوحه، كاين اللي كيبغي ياكل المسوس، يعني كتبقى الملحه على حساب الذوق. غادي ندير الكميه اللي غادي تكفيني ديال الملحه. غادي نحرك العناصر كامله تتخلطوا مع بعضياتهم، نخلط البلبوله مع العناصر اللي عندنا، المواد اللي عندنا. غادي نضيف دابا الربيع، القزبر والمعدنوس اللي عندي حتى هما يعني مقطعين رقاق، غادي نضيفهم. وهنايا عندي المعدنوس يعني غلبته على القزبر، كيعطيها واحد المذاق جد رائع. نتمنى البنات انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فعلا تستحق تجربه. غادي ندير الماء على حساب عيني، ميزاني على حساب الطياب باش غادي طيب هاد البلبوله. الا حليناها ولقيناها نشفت مثلا، هذاك نقدو نطيبو الماء ونزيدو فيها يعني بحال الشكل ديال الحريره. غادي ندير الكميه ديال الماء، وغادي نضيف 2 معالق ديال المطيشه ديال الحك اللي بدورها هي غتعطينا واحد المذاق، كتعطيه البلبوله واحد المذاق جد رائع. غادي نضيف الكميه ديال الماء، وغادي نضيف كما سبقت قلت لكم المطيشه ديال الحك، وغادي نسد عليها نسد على الكوكوط، وغادي نديرها طيب على نار مهيله. ونوليو ان شاء الله نتلاقاو باش نشوفوا يعني الطبق النهائي ديالنا كي غادي يكون. بقاو معايا حتى الاخر ان شاء الله. من بعد ما طبت لنا البلبوله شفتوا معايا جميع المراحل، المقادير، الطريقه ديال التحضير سهله بحال الشكل ديال الحريره. هذا هو الطبق اللي تحصلنا عليه، الطبق اللي كيجي واعر، كيجي رائع خاصه في البرد، وكيجي خفيف في العشاء. نتمنى البنات انكم تجربوا هذه الطريقه وتنال الاعجاب ديالكم، خاصه البلبوله البلديه اللي فعلا فيها واحد المذاق جد رائع وهائل. كما كتشوفوا خاطره بالحمص اللي فيها، السمن، المطيشه ديال الحك، يعني العطريه، الربيع، يعني واحد الطبق اللي يعني طبق جد هائل. انا كتعجبني في صراحه خاصه في فصل الشتاء، يعني كيكون هذا الطبق معتمد عندي. نتمنى البنات انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم، ولما لا علاش ما تردوش عليا في التعاليق. ما بقى لي البنات الا انني نقول لكم الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله، في وصفه جديده ولا فلوق جديد. في امان الله، تبقوا على خير.